كليات ما تخشهاش حتى لو تنسيقك جابها. طب بفروعها. لو بشري هتقعد 12 سنة في التعليم وفي الآخر هتقبض 8000 جنيه أو 7000 جنيه الحد الأحقر للأجور. بلاش تدخلها وافتكر اني قلت لك بلاش. اول كليتين معانا هما طب وهندسه. مفيش كليات ليها مستقبل ولا حتى التعليم ليه مستقبل. نقطة. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ انا خدت بالي ان الرجاله اللي على التيك توك عمالين ينشروا فيديوهات الكليات اللي ملهاش لازمه، كليات ملهاش مستقبل، والعيال تمشي وراهم. حتى لو انت البني ادم ده انت ما تعرفوش قبل كده، لمجرد ان الفيديو فايرال من اول مره وانت اول مره تشوفه، فانت مثلا دخلت في نقاش مع اكونت انت ما تعرفوش، عضو مجهول الهويه، فهو اقنعك بكليه غير اللي انت عايزها. انت ما تعرفش حتى الشخص ده في ايه، انت ما جربتش تساله، هو قال لك انا في طب بشري. انت عضو مجهول الهويه يا اسطى، انا ما اعرفكش. فاحنا جايين نتكلم في الموضوع ده. المهم يعني ما تنساش اللايك والاشتراك. عشان ايه؟ عشان الريتش يرجع، وعايز اوصل 100000. موضوع مقارنه الكليات ببعض ده يا جدعان، انا مش عارف الناس بتقيسها على اساس ايه. يعني مره شفت من الناس المضحكه اللي على الفيس عمالين يقارنوا الكليات ببعض، فهو اقنع واحد ان هو الواد لاحق علاج وصيدله في نفس الرينج، يعني هو بيخيروا ما بينهم او غالبا هو هيخش خاص، فهو اقنعه ان صيدله احسن من علاج. طبعا واحد هيخش يقول لي طبعا صيدله احسن من علاج ونخش نصيد مع بعض، ماشي. هو بيقارن. انت عارف اقنعه ليه؟ عشان قال له يا اسطى انت هيبقى اسمك مدلكاتي، هتذاكر زي الدكتور البشري بس في الاخر هيبقى اسمك مدلكاتي. طب ما انت دكتور يا اسطى، تعرف تفتح مركز تاهيل بدل ما تفتح صيدليه ويتقال عليك بياع، يعني عادي. فاهم؟ لو هتعرف تقل من دي اعرف اقل من دي، هعرف اقل من طب بشري، اعرف اقل من كل الكليات. علاج طبيعي ايه؟ طب بشري رقم واحد، ولا التمرجيه بتوع تمريض هيجوا يقارنوا نفسهم بينا؟ دي خابت خالص. عايزين يا جدعان نثبت جمله ان كل الكليات ليها مستقبل. هتقول لي يا اسطى طب بشري، يا اسطى طب بشري هتتجوز 31 سنه. تمام. انت يا اسطى لو انت عايز تخش طب بشري، فطب بشري بتاعت النفس الطويل، تمام، هتتخرج بتقبض ال 8000 جنيه بتوعك، مش 3500، مش 2500، لان دول مرتبات الامتياز، تمام. ما تخليش حد يضحك عليك. لسه 8000 طبعا حد حقير للاجور. فاغلبيه الدكاتره عامه ما حدش بيعتمد على المرتب ده، وبينزل بقى في مستشفيات خاصه ولا حاجه الشيفت ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه على حسب، طبعا 1000 او 2000 في اليوم. ده غير طبعا لما يبقى يفتح عياده بقى لما يحضر الماجستير والدكتوراه بتوعه، تمام. ده كطب بشري. طب بشري بتاعت النفس الطويل، ما بتخشش تجيب فيها الملايين من اول ما بتخش. لو انت بقى من الفكر التعبان بتاعت العيال، اصلا انت 21 سنه، انا يالا انا ما استعنكش خدام، يالا انا بشتغل في الجيم وبقبض ملايين. العيال دي عبيطه، اركنها على جنب، ما تخليش العيال دي تاثر عليك، تمام. ده لو انت عايز تخش طب بشري. بالنسبه لاسنان، اسنان بس بتبقى وحشه عامه في حوار اللي انت اول ما تتخرج بتبقى لازم تتحمل تكلفه العياده لوحدك. طبعا العياده بتكلف من مليون، 2 مليون، 3 مليون على حسب. الكرسي بتاع الاسنان ده لوحده برقم اصلا، كمان ان التكليف عنها اتشال. فده عيبها. يعني انت اسنان يا جدعان بتاعت الناس اللي معاها فلوس. معاك فلوس خش اسنان، معاكش فلوس خش علاج طبيعي. انا بشوف يا جدعان علاج طبيعي ده بديل رايق جدا لطب بشري اصلا. يعني طب بشري ممكن تفتح بقى عياده، تفتح عياده تاهيل. انا مش عارف برضو يقول لك لا يا اسطى مراكز تاهيل ومش عارف ايه، ده انا هتعامل معانا. هتفتح يا اسطى مركز تاهيل، او حتى تخش في سكه التغذيه تفتحها جيم، تظبط امورك. بتوع علاج طبيعي يا جدعان الرجاله دي دماغها رايقه قوي. هو الصراحه الاناتومي بيبقى مغتت عليك حبتين. بتوع علاج طبيعي بياخدوا اناتومي اوفر، يعني تشريح العضله والعضله جايه منين، ولا ده مديول اللوكوموتور كان حاطط علينا في طب بشري، فاهمني؟ ما بالك هو بياخدها بقى، يعني هو بيفضل سنه كامله مثلا ياخد العضلات دي، حاجه زي كده. فانا بشوف برضو ان علاج طبيعي كويس. انا مش عارف ليه الناس بدات دايما اللي بيخش يسالني يقول لي يا اسنان يا صيدله. طب وعلاج طبيعي يا اسطى؟ في كذا واحد دخل سالني نفس السؤال. انا مش عارف ليه بيكرفوا العلاج الطبيعي اللي في النص، مش بامانه مش عارف ليه. بالنسبه للصيدله ففي شغل في شركات في اي حته، يعني شركات الادويه مثلا، تحياتي اللي بتوع ضياء العوضي. مثلا تفتح صيدليه لو معاك فلوس، في شغل كتير. ده غير طبعا شغل السفر بره، وان انت تشتغل في مختبرات او تجارب او حاجات، فليها فرص. بعدهم على طول يا جدعان في حوار تمريض وعلوم صحيه. انا مش عارف ليه الناس بدات برضو تكرف لتمريض وتقول لك علوم صحيه، مع ان علوم صحيه بتاخد اقل من تمريض بكتير، بس ما علينا. يعني يقول لك يا اسطى تمريض ايه يا اسطى؟ يا عم ده الممرضين والممرضات بيطلعوا عليهم اشاعات وحشه، فاهم؟ هو خطف اعراض كل الممرضين دلوقتي. يا اسطى تمريض ايه؟ دول شويه تمرجيه يا اسطى. مش عارف. علوم صحيه هتبقى زيك زي بتاع علوم، ممكن تفتح معمل تحاليل او حاجه. طبعا تحياتي اللي بتوع علوم. انا كل ما اكلم حد في علوم يقول لي انا هبقى طبيب نفسي، اخصائي نفسي، واعمل دبلومه مش عارف ايه، وانافس الدكاتره النفسيين. ماشي يا اسطى، طب ماشي، برافو عليك، اعمل لك ايه؟ شاطر. اغلبيه الخناقات من النوع ده بتبقى خناقه على اللقب. لا بتوع علوم هم اللي اسمهم دكاتره، اما بتوع طب بشري دول اسمهم اطباء. ما تخلطش. ماشي. اللي هو الواد اللي بيخش زراعه ويكتب جنب اسمه دي ار،
انا والله يا جدعان هتقول لي لا انت فاكر ان دي ار للطب بس؟ يا ابني ولا للطب ولا لاي حاجه، كلنا طلبه. انت بتكتب دي ار جنب اسمك ليه اصلا؟ انت طالب يالا، لما تبقى تتخرج وتاخد الماجستير والدكتوراه يبقى حط دي ار. اما الواد من هنا يجيب المجموع يرزق دي ار، يرزق دي ار ويرزق الاي ان جي ان جي جنب اسمه زي الفل. يا عم انت واجع دماغك ليه؟ كلهم فشله، كلهم فشل حتى بتاع طب بشري. اهم حاجه يكون عندك قراطين ارض كده وتفتح مشروع وزي الفل. الرجاله بقت تسيب تمريض مثلا وتروح العلوم صحيه، مع ان تمريض متقارن بطب بشري عادي. ممكن تنزل شيفتات برضه في مستشفيات خاصه بتقبض نفس الرينج اللي في طب بشري بيقبض بيه فيه. منورين يا رجاله. بس يا جدعان بالنسبه لكليه علوم، انا بشوف ان كليه العلوم منهكه جدا وملهاش عوائد بالاخص في مصر. يعني انت ممكن تشتغل بيها بره مثلا في معمل استكشافات علميه او الحاجات دي، فاهمني؟ بس هنا في مصر كليه علوم صعبه وفي الاخر بيقعدوا على القهاوي زي بتوع هندسه، جاي لكم كمان شويه، بس في الاخر بيقعدوا على القهاوي. وعامه عشان دراسه كليه علوم صعبه بامانه الله، كليه علوم صعبه، بياخدوا مواد كتير عامه في نفس السنه، يعني صعوبتها بتتقارن بمواد تانية. يعني مش ناوي تقول ان كليتك سهله وانت مش عارف الفرق بين الالفا ريسبتور والبيتا ريسبتور؟ يا دكتور يا فاشل يا بصمجي. كليه علم الرياضه المحترمه اللي بيخشوا هندسه، اللي بقوا طبعا بيسيبوا هندسه ويخشوا حاسبات عشان في الاخر السوق بقى متشبع من بتوع حاسبات. كلنا هنبقى هاكرز طب مين يا اسطى اللي هيبني الجدار اللي قايل السقوط ورايا ده؟ مين اللي هيبنيه؟ بامانه والله الرواد من هنا يخش لك حاسبات فاكر ان هو هيخرج يشتغل. يا ابني الفكره ان انت لما بتخش اي كليه لو انت ما اجتهدتش فيها مش هتشتغل بيها اي حاجه حتى لو الكليه حلوه. يعني انت هتقول لي يا اسطى المهندسين قاعدين على القهوه، يا ابني ما طبيعي المهندسين قاعدين على القهوه. انت عارف مين اللي قاعد على القهوه؟ اللي جايب مقبول، اللي جايب اف، اللي جايب دي، ده اللي قاعد على القهوه. اللي بيجيب مجاميع بيشتغل في شركات. انت بس بتبص اللي انت عايز تشوفه، ان الاغلبيه ما بيذاكروش، ما بيكونوش جايبين مجاميع كويسه في الكليه فما بيشتغلوش. هتقول لي يا اسطى بتوع هندسه ما يا اسطى في ناس بتوع هندسه بيقبضوا بال90 وال100 الف في شركات كبيره، بس بيبقوا طبعا جايبين تقديرات في الكليه وشغالين على نفسهم وبيطوروا من نفسهم. الفكره دايما مش في الكليه نفسها قد ما الفكره في الاجتهاد في الكليه نفسها. يعني يا اسطى لا انا عايز انقي كليه اطلع منها بشتغل. طب بشري بتخرج منها تشتغل. انت اصلا لو في طب بشري خرجت حتى مش شغال على نفسك واللي انت تطور معلوماتك ودايما يبقى عندك ابديت في المعلومات، هتبقى دكتور فاشل. هتفتح العياده هيجي لك 1 2 3 يجربوك يلاقوك دكتور فاشل مش هيجوا عندك تاني. يعني حتى في طب بشري لو ما اشتغلتش على نفسك مش هتعرف تاكل. ده بقى قيس على كل الكليات حتى حاسبات ومعلومات. يا اسطى ما غيرك في 100,000 في حاسبات ومعلومات. ايه عملوا ايه؟ انت ايه اللي مختلف فيك عنه؟ قول لي. ما انت لازم تكون شغال على نفسك في الكليات. شغل بقى العبيط اللي هو بتاع بتكلمنا في تعليم موظف من 9 ل 3 العصر. تمام افتح براند هودز او افتح براند تابلتات مثلا. ايوه ما انت مش فالح الا في كده، قاعد على السطح وقاعد تتريق على شويه ناس ناجحين. انت مش عارف ان براند الهودز ده بيدخل ملايين؟ مش عارف بامانه يا جدعان والله. قبل كده جبت سيره براند الهودز دخلت لقيت براندات المفروض بقى يكلموني في دعايه واعلان، لا في براندات دخلت تشتمني عشان فهو ببساطه عايز تذاكر في الكليه وتشتغل بيها ذاكر فيها كويس. لو مش عايز تذاكر في الكليه وعايز تمسك فلوس بدري تقدر تخش الكليه وتشتغل بحاجه جنب الكليه. هتقول لي طب انا هعرف اوازن ما بين الاثنين؟ ما ده حسب اهميه الكليه بالنسبه لك. انت عايز تشتغل بالكليه دي في يوم من الايام وتجيب تقدير فيها وتعرف تشتغل، خلاص خلي اولوياتك في المذاكره عن الشغل. بس طبعا الرجاله لو هنيجي في حاجه مثلا زي كليه حقوق، تحياتي لرجاله حقوق طبعا. الرجاله الشعب المصري كله في حقوق، الشعب المصري كله في تجاره. بس الفكره بس اللي يشتغل على نفسه او اللي يذاكر. يعني مثلا هتقول لي يا اسطى ده الشعب المصري كله في تجاره. طب ما يا اسطى اللي بيجتهد في تجاره بيعرف يشتغل في بنوك. هو مساء يعني الفوائد والكلام الجميل ده كله، بس اللي بيشتغل على نفسه في تجاره بيوصل. هتقول لي لا يا اسطى الوسايط ماليه السوق، الشاطر بيعرف يثبت نفسه. فكك يا اسطى من شويتين بتوع المسلسلات دول اللي هو ابن الفلاح اللي كان في حقوق فما امسكش عشان ابن المستشار. ليه يا اصحابي في حقوق عرفوا يمسكوا في حقوق عادي هم ما عندهمش وسايط. الشاطر شاطر بيعرف يثبت نفسه في اي وسط. اي حد غني يا اسطى في العالم عرف يثبت نفسه من غير وسايط. هتقول لي لا دول 99% حظ واحد مجهود. طب ما انت بتحاول. هو انت عارف المستقبل؟ انت دايما بتحاول. هتوصل وصلت، ما وصلتش فانت بتحاول. انت هتموت وانت بتحاول. بس طبعا لو انت دخلت كليه، استنى دي النضاره الغلط. بس طبعا لو انت مثلا دخلت الكليه وعايز تعمل براند هودز او اي براند جنب دراستك، تمام فل عادي، انا ما بتريقش على كده. بس هو الفكره ان الواد بيكرف للدراسه خالص، ومثلا هو في كليه نظيفه او في كليه حلوه مستقبلها كويس، هو بيكرفها ويقول لك خلاص يا عم انا هكمل في البراندات. الفكره يا جدعان الناس ما بتقدرش السوق. يعني الناس دايما بتشوف خلاص يا اسطى البتاع ده جاب معايا فلوس انا هكمل فيه بقيه عمري. طب بص لبقيه عمرك، هل انت هتقدر تواظب على كده بقيه عمرك؟ هل انت عندك سكند تشانس لو دي باظت؟ هي دي الفكره بس ان انت يكون عندك عقليه
عقليه. اما اعمل كورس تاسيس عقليه ب 2000 جنيه بجد يا جدعان. اي حد على اليوتيوب بيقول كلام هتحسه موزون دايما هتلاقيه رازع كورس ب 3000 جنيه. مش عارف ليه. خاص ولا اهلي؟ الاتنين فشله، الاتنين ما جابوش مجموع، الاتنين داخلين بفلوس بابي ولا ايه؟ بصوا يا جدعان بالنسبه لحوار خاص ولا اهلي ده، عشان بس العيال بتتخانق بقى اصلا انت داخل خاص بفلوس بابي ومش ماشي. اصلا الحاج اشتغل على نفسه وجاب فلوس عادي، هو بيتمتع بفلوس ابوه، انت الحاج للاسف معهوش فلوس. يا جدعان فكك من حوار التريقه. خاص ولا اهلي؟ عامه الاهلي بيبقى احسن عشان هو تبع الحكومي، كده كده الحكومه كانت فاتحاه عشان تسترزق والحوار ده، فبيبقى الصراحه احسن من الخاص شويه. مش ككوميونتي، كوميونتي الخاص اكيد احسن بكتير من كوميونتي الاهلي. الفكره ان هي بتبقى اضمن عشان تبع الحكومه. فكك من نظريه المؤامره، دول مزودين الجامعات الخاصه عشان يقللوا الحكومي، وعشان دي نظريه المؤامره. نفس العادات في الحكومي هي بقى لها 500 سنه. هم فتحوا الجامعات الاهليه عشان يزودوا عدد الملتحقين بالطب مثلا، عشان يلموا فلوس اكتر، بس مالهاش علاقه ان هم ظالمين العدد اللي بيخش حكومي. ففكك من نظريه المؤامره، تمام؟ فانا الصراحه انا اي حد بيقول لي خاص ولا اهلي انا طبعا برشح له الاهلي في الاول. في الحالتين الجامعات الاهليه معتمده والجامعات الخاصه معتمده، بس هو الفكره ان انا بقول لك ان الاهلي هو اللي تبع الحكومي او تبع الحكومه عموما، فاهمني؟ فدي نوعا ما بتبقى اضمن. بس هتقول لي اني معتمد واني لا. في جامعات اهليه لسه لم يتم اعتمادها، وفي جامعات خاصه لسه لم يتم اعتمادها، على حسب بقى. انت بتسال جوجل، انت بتسالني انا. هنوصل لنقطه اخيره، اي كليه ليها مستقبل طول ما انت ما اشتغلت على نفسك. ما اشتغلتش على نفسك وداخل بان الكليه هي اللي هتبنيك وهي اللي هتعمل لك اسم، انسى. طول ما انت مش شغال على نفسك مش هتوصل لاي حاجه. يا عم كليه ايه وتعليم ايه؟ قلت لك التعليم مش جايب همه، نقطه. بس كده خلاص يا جدعان، يا رب في الفكره يعني تكون وصلت لك. احلى مسا عليكم. اعملوا لايك واشتراك للراجل ده، الراجل تعبان يا عم. اعمل فولو يا عم، والسلام عليكم. مريض هيعمل شاي للدكاتره يعني، تمرجي. يلا اسنان، ايه اسنان دي؟ ما كملش 7 سنين طب بتوعه وقالوا يدخلوه تخصص اسنان بس بطريقه. طب انا عندي خروف، تعالى اكشف لي عليه دكتور البهاي. طب ب 70%. طب ايه ده اللي ب 70%؟ تكشف عليها ازاي؟ علاج طبيعي بيعالج العضلات مدلكات يعني. طب ركبتي وجعان، تعالى اشوفها كده. الله، مهندس منورنا على قهوه يا كبير، هعمل لك شاي. جبت 60%. ايه 60% دي؟ يلا ما جبتش تنزيق الشارع، جالك قرار ازاله بلا خاله بلا مال. دي كانت حياتك.